قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وبرمضان شهر الرحمة والخير، حبينا ندق أبوابكن ونكون سوا معكن ونسمع وجعكن، لأنكن منا وفينا. كتير من الوجع والحكايات مخباية ورا الابواب، وشو في هموم مو مسموع صوتها، ونسمع وجعهن ونوصله لأهل الخير، وتكون إيدينا وقلوبنا ممدودة معهن ببرنامجنا أبواب الخير. مرحبا، أهلا وسهلا. رمضان كريم وينعاد عليكي. وينعاد عليك بالخير والعطاء إن شاء الله. كيفكم؟ الحمد لله ماشي الحال. شو كيف رمضان معك؟ الحمد لله بخير. شو فطرتوا امبارح؟ والله ما عم بتذكر، والله أكلنا فريكة بالذكر. فريكة. صحة وعافية. مبسوط. طب كيف هيك؟ كيف ماشيين وضعكم؟ شو وضعكم؟ ماشي الحال الحمد لله. الوضع تعبان، وضعي تعبان. البيت أجار؟ ايه بالأجار. طب أنا هلأ قاعدة شامة ريحة رطوبة كتير ومي بكل مكان ضيق وكذا، يعني هو بضايق حتى الكبار. كيف كطفلتين صغار؟ يعني مرض والتهابات كيف ماشيين وضعكم؟ شو بدي أعمل؟ ما عندنا بيت، قاعدين يعني مضطرين نقعد وما لقينا بيت، قعدنا بالأجار. انتم مهجرين؟ ايه من اليرموك، نحن من سكان اليرموك. وايمتى استأجرتي هذا البيت؟ صار لنا شي 6 أشهر مستأجرين. قد ايه اخذتي؟ 800. هي الغرفة بس وهالرطوبة هي وكلياتها؟ ما في حتى منشر. شفتي وين بنشر؟ بالمطبخ. طب مين المعين عندكم؟ مين بيساعدكم؟ الله عم يساعدني، الله بيساعدني، احيانا الله بيسخر لي جماعة هيك بيساعدوني. انتي عم تقولي لي صغيرة، شو معك؟ مريضة مع شلل دماغي وعم تتعالج؟ عم عالجها، الله سخر لي جماعة ساعدوني، الله يكتر خيرن، الله يجبر بخاطرن، عالجوها وحرام ما قصروا معي، وعملوا لها صورة رنين مغناطيسي. يعني في بتلاقي أهل خير وما بتلاقي أحيانا أهل خير. ايه بس ما بتمشي لهلا. قالت لنا الدكتور قال ما في أمل، ما بتمشي هاي البنت. وما بتحكي كمان؟ لا ولا بتقعد. جوزك بيشتغل؟ لا ما بيشتغل، عمره 70 سنة، كان يشتغل بس هلا ما بيشتغل، مريض. انت عم تقولي لي الجمعيات ما عم يقبلوها وما عم يرضوا؟ رحت والله على جمعية خولة مشان أسجل، ما رضي يسجلني مشان معونة مساعدة. ليه؟ قال بده يبعثني على جمعية بعيدة اسمها إعداد، قال روحي سجلي بجمعية بعيدة. ايه والجمعية هون قريبة علينا، ما قلت له عندي بنت عازة ليش ما بتساعدوني؟ قال انت فلسطينية. فلسطينية بس والله ما باخذ من الأنروا ولا باخذ يعني من غير مكان. يعني ما في أي جمعية أنت مسجلة فيها بتساعدك أو بتعينك لا ما مسجلة. ما شفتي جمعيات تانية حاولتي كذا غير هي ما قبلتها؟ في جمعية الزاهرة مرة رحت لعندها، سجلوا لي البنت وأعطتني كتر خير، أعطتني عرباية، شفتها بالطريق، شافت عربايتي خربانة أجت غيرت لي العرباية، عرفتي؟ إيه هي أول مرة يعني بروح لعندها، يعني أول مرة مو دايما، يعني ما بعرفها بجديد تعرفت عليها. شافتني بالطريق اجت حنت علي قالت لي هيك غيرت لي العرباية. وبتاخذ علاج؟ بتاخذ أدوية؟ ايه بعطيها. كيف عم تتبعي العلاج؟ الجماعة اللي قلت لك عنهم هن عم يساعدوني، عم يجيبوا لي عم يجيبوا لي إلى الدواء. الله يجبر بخاطري. الله عم يدبر، الله بيدبر. الحمد لله. الله الله هيك يجبر بخاطرك يا رب. شو اسمها؟ اسمها هي ماريا، وهي ميرا ليك سحلت ما بتعرف. على طول انا بربطها لانه يا حرام ما بتعرف.
الله هيك يجبر بخاطرك يا رب. الله هيك ادعي لي، الله هيك ادعي لي، الله هيك يسخر. هذا إلك لأنه بالصوم، ادعي لي الله يسخر لي جماعة هيك ويشتروا لي بيت. والله بيتنا ما بيتعمر صعب، بده شيء. البلاط مقبعين والشبابيك الابواب ما مخلي لا ابيض ولا اسود ولا بده. الله كريم، الله بسخر لك نار الحلال، وهو كله ابتلاء من رب العالمين. رب العالمين وقت بيحبنا بيبتلينا ليمتحنا، بس بالنهايه العوض رح يكون اكيد جاي. ان شاء الله. الله كريم، ونحن حدك ومعك يعني بقلوبنا يعني. والله الله هيك يجبر بخاطري. والله عم ادعي لها. قالت لي الدكتوره وقت ما ساعدوني جماعه قال ما في امل، ما بتمشي. عم ادعي لله انه تمشي، الله اللي بيمشيها ان شاء الله بتمشي. يعني ما في امل بنوب انها تمشي؟ لا صعب خدام فوت، ما عم لحق لها فوت على الجوز، والله ما عم لحق. يعني قصدي شفتي اكثر من دكتور ولا بس دكتور حدا؟ شفت اكثر من دكتور. اخر دكتوره الجماعه اللي بعثوا لي اياها، اللي دبروا لي اياها شاطره. هي الدكتوره كثير شاطره، رجعوا عملوا لها رنين مغناطيسي مشان يتاكدوا طلع معها نفس هذا المرض. الله يشفيها ويعافيها يا رب. عين الله، عين الله.